وصل صوتك. نرجع للموضوع متاعنا. كيفاش عشت اخبار بن علي ما عادش يحكم البلاد؟ ظهري راقد انا وقت راقد ودرا شكون قال لي بن علي مشى، قلت له مالا كارثه ما خاطر حبيت يزيد يقعد بالحق بصراحه. والنبي محمد كي مشى بن علي قلت مالا كارثه، ولا بالحق ما نكذبش عليك. هاني انا اللي بلبس فيها عندي قداش سب في بن علي، خاطر مانيش نشوف نكذب عليك نقول لك نعرف مانيش نشوف في حاجه اخرى من بعد، فهمت؟ بن علي كان شدد البلاد بالنظريه اللي انت قاعد وصلت تفكر فيها. مانيش نشوف في الترناتيف اخرى بالعكس. يتصنع كل شيء يتصنع اي انا وقتها تو انت سالتني على وقتها ولا قلت لي بن علي شنو قلت انت؟ قلت كيف نحن مازلنا مانيش منظمين بعضنا فوضى باش نعملوا تو باش تصير فوضى. هذيك في مخي انا، فهمت؟ في الوقت نكذب باش نكذب عليك نقول قلت وي تحيا يحيى الشعب وتحيا الثوره. انا ولا قلت قعدت كيش تدي انا وهيثم مكي داير، فهمتني؟ يقول لي ديز من الركاكه نتاعي، نقول له والله لاني فاهم شيء. وقعدت برشا مانيش فاهم حتى شيء. فهمت فليل شنو اللي صار؟ الانتقال نتاع السلطه، تبعت الاخبار؟ اي بالطبيعه اي اما قالت انا تو برشا حاجات مش فاهمهم، فهمتني؟ ولا تو لاني فاهم شيء. ثم حاجات اكبر من مخي برجولي. يمكن ثم عباد جهابذ في السياسه، في الواحد قال لك شعب شويه ستاتيوات فيسبوك، واحد تك تك واحد بشابن عليه. انا نظري ثم حاجات اكبر من هكا. الحق انا الرا معناها نتبع في السياسه دوبوي ملي انا صغير بون في عائله سياسيه من 2003 في اتحاد طلبه في واحد نقرا على مشروع الشرق الاوسط الكبير، نقرا على امريكا كيفاش تحضر في الشونجمون ديموكراتيك في البلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ما نتصورش لي قوى عظمى تخلي التغيير يصير بصفه سلميه واليه ونورمال تتعدى في بلدان انا التوا مع مخي حدي لا غالب هذاك مخي ما نتصورش الدول العظمى تخلي دول العالم الثالث تعيش في ديمقراطيات لا لشيء اللي خاطر باش تولي ضد مصالح. انا هذا من رايي معناه. دونك في مخي اللي صار فيه برشا رغم اللي يدخل فيه راهو ينجم يتناقش برشا على خاطر معناتها فرنسا ديمقراطيه وامريكا ديمقراطيه ونجموا مصالحهم يكونوا مع بعضهم، معناتها ماهوش مشكله. لا بروف معناها كي باش تفهم اللي هم مصالحهم ماهمش معناها ماهمش مع بعضهم. وقت اللي مشى بن علي ساركوزي عمل 3 ريونيون في ليله وي لون ديكلاري في فرانس 24 في واحد تلمو لا بروف اون اوتر بروف معناها دوب ما مشى واحد ندخل بعضها البلاد. ثم حاجتين انا ظهروا لي مهمين ياسر. اول حاجه ديجا قبل جاء السفير تاع امريكا اللي كان في العراق وبويون كي جاء لتونس كان في العراق. سي تري ريفيلاتور معناها، فهمتني؟ لي زومباسادور دي زون دو كونفلي اللي يجيبوهم راهو في الدول يعرفوا اش يعملوا، ما يجيبوش دي زومباسادور هكاكا معناها، فهمت؟ انا هذا راهو رايي وحسب ما نقرا زاد مش رايي زاد نطلع فيه من راسي معناها. انا بالنسبه لي ثم حاجات انترن، مش نقول راهو الشعب ما ثارش، راهو رد بالك معناها. خاطر انا حاضر على انتفاضه رديف وام العرايس والحوض المنجي 8 شهور ونحن نضربوا وناكلوا في الضرب ما خرجش من قفص، فهمت؟ دونك باش توصل هكاكا ثم صحيح اكثر البول شعبي مي ثم اوسي حاجات اكستيرن، ثم خيوط ما تتشافش حسب رايك انت، هي اللي انا حسب رايي الخاص ومتاكد. وهذا تغير من قيمه الثوره نتاعنا ولا لا؟ معناتها خاطر الثورات كما قلت انت في الغنيه الثوره المضروبه تولي ولا قليل لا في الغنيه تبولد على العباد اللي في بالها عملوا الثوره بكليكات جام على الفيسبوك الاركم مش صحيح. في التاريخ الانساني كل الثورات كانوا مربوطين بحاجات اكسترن معناها، فهمت؟ ديما معناها ماهيش حاجه عيب معناها، بالعكس حاجه نورمال. اليوم بن ديرمان عام بعد الثوره انت معناتها فرحان اللي صار في 2011 من انتخابات، من انتقال سلمي السلطة لأول مرة في تاريخ البلاد؟ من بالطبيعة نفرح كونه ثم خاطر الدستور مازالوا ما كتبوش حتى بسم الله الرحمن الرحيم في الساعة ديجا عاملة هيم في الهوية والحسيل وما عليه. أما بيان سور فرحان خاطر تو باش تكتب دستور جديد في البلاد، دونك حاجة باهية كونه كي باش يكون دستور ديمقراطي راهو في تونس باش يعمل رمبار ضد الرجوع التالي الى الابد، فهمت؟ يعني فرحان بالحكايه هذيك مش فرحان بحاجات اخرى، فهمت؟ كيما شنو؟ مش فرحان كي تعين لي يا حبيبي رئيس تحرير نتاع جريده حكوميه كان يقول لي سيت ريزون بور ليكيل جو فوت بن علي. عايش خويا
تحطه لي انت في تحطه لي في اما المجتمع ولا يقول كلمته، الناس ولا تهبط وتعبر وفما هذه. لا هذاك المجتمع يقول كلمته مش على كيفهم ساعه، مش مزيان احنا نقول كلمتنا كان عجبهم ولا عجبهمش، وكس سؤال الحاكم باي حزب كان معنا. كي انا نحكي لك على الحاجات اللي مقلقيني انا شخصيا ومقلقنا وراه حتى على الفيسبوك مقلقين برشا عباد معنا. كي تعين لي انسان كان مناشد لبن عليه في مؤسسه حكوميه نقول لك عيب عليك عايش خويا. كي تعين لي انت كي على حكايه مثلا امير قطر، برشا عباد تسب في امير قطر. امير خويا مرحبا بك امير قطر، جيب معك صخر يا خويا. انت تقول لي جو في انفستير 500 مليون دو دينار، عندك 3 مليار دو دينار تاع صخر. tu vas انفستير من فلوسنا نحن ولا من لي زاكسيون تاع تونيزيان؟ فهمت؟ معناها راهو ما نمشيوش في السبان الاعمى للنهضه ولا لغير النهضه. لا انا واحد، انا تو ان طونك سيتويان نحكي اليوم مش ان طونك ارتيست، نمشي بالحاجات اللوجيك. انت انسان عندك انسان سرق البلاد بوندون درا قداش من عام مخبيها عندك وجاي تحتفل بالثوره بتاعي. لا يقول لك سامحني ني انت ني السعوديه اللي مخبيه بن علي. ومن بعد ما تقوليش مش نسبك راني لا انا ضد مصلحه تونس، لا بالعكس مع مصلحه تونس. انا كي تجيني الشيخ قطر دحمان بن درشنو ال شنو كي يجيني يقول لي في انفستير نقول له رجاء سماح ما تنفستيش، رجع لي فلوس صخر يا خويا، جيب لي صخر مبمبر ريكش ناسي عجر متغني هو ونسرين بن علي في راس العام ترونكيل في اوتيل فهمتني، طاوله راي تسود تخدم 10 توكل 10 عائلات. الكردو هذا كله يقلق. انا كي تجيني الشيخه موزه باش تعمل محاضره على المجتمع المدني نقول لها يا مدام وينك وقت قطر ما ثماش، راهو ابن خلدون عمل لو بير دو لا سوسيولوجي مودرن في تونس. اش تحكي ما لغه تحكيو فيها؟ هذوما الحاجات اللي يقلقوا فهمت. ونحن راهو معناها يلزم يفهموا اللي يحكموا كلكو سوا الكولور نتاعهم رانا خرد ماناش واقفين وما عمرنا مانا باش نسكتوا. ني لي زارتيست ني الاعلاميين الاحرار ني المحامين الاحرار ني العباد اللي تعمل في السياسه الاحرار وماناش خليني نكمل هذا. وماناش رانا ماناش وقت اللي باش تكون حاجه باهيه نقولوا سي بيان. مثلا تنحيه لي ديت نتاع المانيا سي اون بون شوز للخارجيه التونسيه يعطيها الصح فهمتني. اما لا يا خويا قطر لا، قطر لا، وكي تكون على ظهوراتنا لا. واضح.